يا أبويا، بص هنا كده، الناس دي بتتكلم عننا. بيقولوا إيه؟ عرفوا إن مالكهم رجع؟ لا خالص، دول بيقولوا إن إحنا ما بنيناش الأهرامات أصلاً. بيقولوا إن اللي بنى الأهرامات دول كائنات فضائية. يا ابن نفرتي، الناس دي اتجننت؟ كائنات فضائية. اسمعني يا نفر كارع، الأهرامات دي إحنا اللي بنيناها بجهد وتخطيط وتكنولوجيا بتاعتنا إحنا. الهرم الأكبر اتعمل في عهد جدي الملك خوفو في الأسرة الرابعة حوالي 2560 قبل الميلاد. إحنا لقينا مقابر العمال اللي بنوا الأهرامات دي كانوا مصريين أحرار بياكلوا أحسن لحمة. هو في فضائيين كانوا هيجوا يكتبوا على جدران المعابد بتاعتنا ويعملوا رسوم باسم الإله رع؟ لا طبعاً. طب ليه الناس دي بتقول إن الفضائيين هم اللي بنوها؟ إيه اللي خلاهم يفكروا كده؟ علشان بطلوا يفهموا معنى قوة الإيمان والتنظيم يا ابني. تتفرج على هرم ضخم وبيسألوا إزاي ناس بدائية قدرت تعمل ده من غير رافعات حديثة. الحقيقة إن التكنولوجيا بتاعتنا كانت قايمة على التنظيم المحكم وقوة الأيدي العاملة المصرية المتدربة والعلماء. الرأي ده طلع في القرن العشرين. ده مجرد تخمين مش دليل تاريخي. الأهرامات يا نفر كارع هي دليل على قوة المصريين القدماء مش قوة الكائنات الفضائية. الإنجاز العظيم ده اتعمل بإيدين المصريين الأحرار وتحت إشراف مهندسين مصريين زي حميونو. واللي يقول غير كده خليه يجيب لنا دليل واحد إن كان في فضائي بيشتغل معانا في بناء الهرم. يعني إحنا طلعنا أعظم منهم يا أبويا، حتى من غير تليفون ولا فيسبوك ده.